السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وخصوصا لعشاق الشوكولا ايس كريم او غلاس بالشوكولاته. كيجي رائع جدا، سهل جدا في التحضير بمذاق لذيذ جدا. فبقوا معايا نشوفوا المقادير والطريقه. بالنسبه لهذا الفيديو فتقريبا بحال الفيديو السابق، لان العديد من الاخوات سولوني كيفاش يحضروا بنفس الطريقه ولكن بالشوكولات. لذا قررت ندير لكم هذا الفيديو باش نشرح لكم اكثر يعني الاختلاف اللي كاين. غنحتاجوا علبه ديال لاموس ديال الشوكولات، ماشي الفاني، ديال الشوكولات. انا يعني كنفضلوا على الشونتيي، جربت في الشونتيي وجربت في الشوكولات باللاموس، يعني كيجي احسن وكيجي المذاق ديالو احسن. ولكم الاختيار، ممكن تعوضوه بالقشطه الطريه، ممكن تستعملوا الشونتي يعني مستحضر ديال الشونتي ولا مستحضر ديال لاكلاص. يعني عطيتكم غير نصيحه ان هذا احسن في المذاق. وطبعا غنستعملوا معاه نصف لتر ديال الحليب، ماشي ربع لتر كيف مكتوب في العلبه، باش يجينا ما يجيناش موس، يجينا خفيف يعني كلاص خفيف في المذاق ديالو. غنحتاجوا 2 علب ديال الياغورت بنكهه الشوكولات، ممكن تعويضها بالحليب المركز المحلى كراميليزي او لا ماشي كراميليزي، يعني يكون لكم الاختيار. المره الفايته ضروري من كراميليزي باش يجينا المذاق بالكراميل مع الفاني. دابا لكم الاختيار فاش بغيتو تحضروه. انا غنستعمل 2 علب ديال الياغورت والقليل من وسريعه الذوبان اختياريه. الا كيتعجبكم المذاق ديالها مع الشوكولات ضيفوها. غنحتاجوا كميه من اللوز اللي محمر بالقشره ديالو، ممكن تستعملوا كاوكاو اولا الكركاع اولا اي فواكه جافه متوفره اولا تستغنيو عليها نهائيا. انا اللوز حمرته بالقشره ديالو ومن بعد غادي نهرمشو باش يبقى مزيان. طريقه سهله جدا. كنوضعوا المستحضر، ما نضيفولوش السكر لانه فيه السكر كافي. غادي ندوب القليل من الحليب مع القهوه سريعه الذوبان باش تبقى ليناش باينه، يعني تنحسوا بها دابا تعاد نضيفوها. اختيار يعني اللي كيفضل المذاق ديالها، او ديروا كميه قليله الا بغيتو تحسوا بالمراره ديال القهوه. غادي نضيفها ونضيف الحليب اللي من الاحسن يكون بارد باش تطلع لينا بسرعه. ونطلعوها طبعا بالطراب الكهربائي، احسن وسيله باش نطلعوها هي اولا الكريم الطراب الكهربائي باش كتطلع بسرعه. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني واش ممكن يطلعوها بالخلاط الكهربائي، فما غاديش تطلع لكم نهائيا. لذا ممكن يعني الا كاين اللي غيعاونكم، حيت شويه غادي تعذبكم طبعا باليد كما كتعرفوا خصها تخدم مزيان. لذا ممكن الا كان شي حد غيعاونكم طلعوها غير بيديكم. ومن الاحسن يعني واخا تاخذوا واحد الكاليتي تكون شويه ناقصه في الثمن، ويكون عندكم الباطور اولا الخلاط الكهربائي في الدار كينفع بزاف. غادي نستمر في الخفق حتى كنحس بها طلعت. هي ما كتطلعش 100% كيف القشده الطريه، حنا ما عندناش فيها الغرض تطلع وتوقف، لان هذه الاسئله طرحات بزاف. واش واخا نستطرد الحليب غادي توقف لينا؟ كتوقف، وانما خصنا تجينا قشديه وخفيفه. استغل لها مناسبه باش نجاوب العديد من الاخوات اللي سولوني فين غبرتي حليمه، واش وليتي معكازه، يعني كيوصلوني رسائل واش اختي حليمه جاك الكسل. انا ما جانيش الكسل من الكوزينه، كندخلوا لها ضروري غير يعني كتوقع ظروف. سافرت امور العيد واحد الاسبوع، من جيت ارتحيت واحد شويه مباشره مرضت بنتي عاوتاني بزاف. يعني كتعرفوا الوليدات كيلصقوا فينا بزاف ملي كيكونوا مرض، يعني ما كتخلينيش نوض يعني نصور اولا ندير المونتاج. لذا داكشي عشان غابره، وكنحاول ما كنغبرش 100%. يعني هنا كنحاول نكون حاضره معكم ولو بوصفات نهار بعد نهار. كما كتلاحظوا كتوقف على هذا الشكل هذا، راه كتكون واقفه يعني ماشي 100% كيف قلت لكم بحال القشده الطريه. لاحظتوا معايا كتعطي كميه كثيره. غادي نضيف الياغورت من نكهه الشوكولات اللي قلت لكم ممكن تعوضوها بالحليب مركز محلى. بالنسبه للاخوات اللي سولوني في فيديو سابق شنو هو الكراميل، الكراميل هو الحليب المركز المحلى كراميليزي، يعني كيتباع جاهز في علبه بحالها بحال الاخرى، كتكون لومبالاج مختلف شيئا ما. اولا تجيبوا الحليب المركز المحلى وكطيبوه في الكوكوط 40 دقيقه مع الماء حتى كيرجع مكراميليزي. وغادي نستمر في الخلق حتى كي ينتجوا مع بعضهم. وكنتمنى يعني تعذروني، وكنحاول دابا ما امكن نلبي
طلبات ديال الاخوات اللي هي طبعا قدر المستطاع ديالي وديال الوقت ديالي. غادي نضيف واحد الكميه من الكاكاو اللي بغيت شويه د المرورة اكثر. اللي ما كتبغيهاش وتبغي المذاق يجي حلو يعني وما مرش ما ديرش الكاكاو صافي. وغنستمر حتى دابا في الخفق حتى ما كيبقاش الكرات ديال الكاكاو باينين. درت ملعقه واحده غير مملوءه. صافي ملي كيمتاز بشكل جيد فكنضيف اللوز بعد ما كنهرمشو. خصو يكون غير مهرمش. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني واش كيحتفظ على القرمشه ديالو لا هو لا كوكب، طبعا كيبقى مقرمش، كتحسي بالقرمشه ديالو في الفم ديالك. ممكن تستعملوا معاه حتى الكركاع اولا اي فواكه جافه بغيتو بحال البيستاش اولا يعني لا كاجو، لكم الاختيار. ونخلط غير بملعقه بهذا الشكل هذا حتى كيمتاز حتى هو، يعني كيتوزع لنا بشكل متساوي. كنجيبوا المول، انا غنستعمل دابا دائري وغنستعمل معاه هاد الكرتونه هذه لان عندي كما كتلاحظوا الطبق ما غيجينيش مقاد. اذا غنستعن به الا عندكم طبق اللي هو يعني متساوي فديروا فيه مباشره، ما تحتاجوش ديروا اي ورق. او غادي نوضع الايس كريم بهذا الشكل هذا. الا بغيتو تغلفوه بالبلاستيك الومونتير ماشي مشكل. كما لاحظتوا كيعطي كميه عائليه كثيره، يعني لاسره صغيره ممكن دير غير نصف الكميه ومره اخرى دير نصف الكميه الاخرى، يعني باش ما يبقاش مده طويله في المجمد. صافي نحاولوا نقادوا السطح ديالو باش يجينا متساوي. نوضعوه في المجمد على الاقل واحد 4 حتى 6 ديال السوايع. انا درتو في العشيه، غادي نخليه حتى لغد ليه. درتو في الصباح يعني غادي تستهلكوه في العشيه، يعني من الاحسن باش يشد راسو بشكل جيد، ماشي بزاف عاود باش ما كيقصحش وكيتلج بزاف. الشكل النهائي ديالو بعد ما جمد، انا جمد ليه بزاف لانني خليته ليله كامله كما كتلاحظوا كيدير ديك الطبقه البيضاء ملي تيكون جامد بزاف. يعني خليه غير شويه وغادي يطلق واحد شويه. كما لاحظتوا زينتو بخطوط من صلصه ديال الشوكولاته كانت عندي جاهزه، فايت لي محضرها معكم كنظن في فيديو ديال الكريب. ممكن تزينوه بالطريقه اللي بغيتو مع القليل من العقيق اللي بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم التزيين اختياري، الاهم انه كيجي لذيذ بزاف بزاف. كما لاحظتوا معايا سهل جدا في التحضير. نقطعوه باش نشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كيجي داك القطع ديال اللوز واضحه فيه باينه، وحتى ملي كناكلوه تنحسوا به، يعني كتجي واحد الحاجه اللي هي كروكون لداخل. كما كتلاحظوا معايا راه متلج بزاف بزاف. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، ونكون يعني جاوبت على العديد من الاسئله. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء، مع السلامه.